السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحه وخير. كل سنه وانتم طيبين. هعمل النهارده معاكم بسكوت اللانكشاير. هيطلع مقرمش ودايب وجميل جدا جدا، بخطوات ومقادير بسيطه جدا. هنطلع كميه حلوه من بسكوت اللانكشاير، جايب معاكي ومقرمش وجميل جدا. لو مشيتي معايا على الخطوات هيطلع معاكي ناجح جدا جدا جدا. زي ما انت شايفه البسكوته جميله جدا ودايبه ومقرمشه وبتدوب خالص زي ما انتم شايفين كده وانا بصور لكم. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله، وتدعموني وتشجعوني. يلا نسمي الله ونشوف وصفتنا النهارده مع بعض. زي ما انتم شايفين مقاديرنا سهله وبسيطه جدا. امشي معايا واحده واحده كده، هيطلع معاكي بسكوت لذيذ ومقرمش وهش وجميل جدا جدا جدا. هو سهل جدا جدا البسكوت ده. انا معايا كوبايتين من الدقيق، هحتاج عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعايا نص كوبايه من سكر باودر نخلاه وبعد ما ضربته، ومعايا بيضه واحده، ومعايا كوبايه من السمنه انا حطاها في التلاجة وبعد كده طلعتها، ومعايا نص كوبايه من النشا وفانيليا. بس زي ما انتم شايفين مكونات سهله وبسيطه ويعني مفيش تعقيد. هنعمل مع بعض اللانكشاير وهيطلع معاكي مظبوط جدا جدا. بس امشي معايا على الخطوات دي وهيطلع معاكي مظبوط جدا جدا اللانكشاير. اول خطوه هنعملها ان احنا هنفضي السمنه في بوله كده، ونبتدي نعمل ايه، ندوبها شويه كده قبل ما نحط عليها السكر. وبعد كده عشان زي ما انتم شايفين هي طالعه من التلاجة، ندوبها بس كده بالمضرب الكهرباء او مضرب السلك او بايدك مفيش مشكله. وبعد كده تبتدي تحطي عليها نص كوبايه السكر البودر، ونضربها بعد كده بالمضرب الكهرباء لحد ما يبقى قوامهم كريمي ويدوبوا مع بعض. تتاكدي ان السكر داب مع السمنه والاتنين بقى قوامهم كريمي زي ما هتشوفي دلوقتي. بعد ما نحط بعد ما نبقى حطينا السكر على السمنه وضربناهم كويس بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي او بايديكي زي ما كنا زمان اهالينا كانوا ما فيش مضرب كهرباء، كان بيشتغلوا بمضرب اليدوي او بايدينا. هننزل بالبيضه وندوبها كويس قوي لحد ما تختفي في الخليط. ونحط طبعا الفانيليا معانا، انا بحط فانيليا سايبه، لو انت ما عندكيش هتحطي كيس من الفانيليا. تمام. دوبي البيضه كويس قوي وتاكدي انها دابت في الخليط. وبعد كده نبتدي بقى ايه، ننزل بقى بالمكونات الجافه بتاعتنا. المكونات الجافه زي ما قلت لك نص كوبايه نشا، على على كوبايتين من الدقيق، على معلقه صغيره من البيكنج باودر ممسوحه. بصوا انا هعملها ازاي في الكيس، يعني حطيتها كده في الكيس بحيث تبقى ممسوحه، ما تكتريش عشان ما يفرش معاكي تبقى الواحده كبيره كده. وهنحط نص كوبايه النشا، بيدي قرمشه جميله جدا النشا، ونضربهم كويس كده، ندوبهم مع بعض، نقلبهم مع بعض، ونبتدي نحط احط كمان رشه ملح، ونبتدي ننزل بيهم على الخليط وندوبهم مع بعض كده كويس قوي. اهم حاجه الدقيق يشرب السمنه والسكر وتدوبيهم كويس مع بعض. وبرده تعمليهم بصوابع ايديكي، ما تعجنيش جامد في الخليط عشان ما يبقاش فيه عرق، ويعمل لك عرق كده وتبقى ناشفه البسكوته. هو ما فيهوش مواد سايله، فمش يعني ما نعجن، فكره ان احنا ما نعجنش كتير في اللي بيبقى فيه مواد سايله. بس برضو نفس الحكايه دي، ما تعجنيش برضو كتير. اهم حاجه تدوبيهم مع بعض والخليط كله يتجانس مع بعض. وتعرفي منين ان هي مش محتاجه حاجه؟ انت زي ما انت شايفه كده بتروحي واخده حته وتكوريها وتدوسي عليها، اتشققت او حصل لها اي حاجه يبقى هي محتاجه حبه دقيق او حبه سمنه، معلقه سمنه كمان. هي ما شاء الله عليها بالمقادير دي مظبوطه جدا. هنحطها شويه في التلاجة لحد ما تمسك نفسها، وبعد كده نبتدي بقى ايه، نقطعها ونشكلها. انتي تقطعيها يعني تبقى الواحده صغيره خالص، علشان احنا عايزينها تبقى الاثنين هيبقوا اتنين فوق بعض، فما تبقاش كبير الحجم كبير يعني معانا. حاولي تقطعيها، صلي على محمد. انتي حاولي تبقى يعني الكرة اللي تقطعيها كلهم سوا بعض، ويبقوا كمان حجمهم صغير. انا بصي لقيتها كبيره شويه، رحت شايله منها حته من العجين وكورتها بحيث تبقى يعني صغيره، حجمها صغير. هعمل بقى كل الكميه دي واحطها في الصينيه. وانا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 150، هو بياخدش غير 10 دقائق، ربع ساعه بالكتير جدا يعني. هو خد معايا 10 دقائق يعني، برده حسب فرنك. بصوا زي ما انتم شايفين ما شاء الله طلعت كميه كبيره وحلوه. اهم حاجه يبقى حجم الكور يعني مقاربه لبعضها في الحجم. وحطيتها في الفرن يا دوبك خدت يعني استوى من تحت،
وخلاص، وطفيت عليه وطلعته وسبته لحد ما يهدى خالص عشان ما تحركيهوش وهو لسه طالع من الفرن، هيتكسر معاكي ويدوب. بس كده. وابتدي بقى نزينه مع بعض. انا كنت جايبه مربى، اي نوع مربى عايزاه، او ممكن تجيبي شوكولاته سايحه وتسيحيها على الحمام بخار يعني، او الشوكولاته بتاعت الفرد دي، وتجيبيها برضو، وتجيبي شوكولاته فارماسيه، وجايبه حبه جوز هند، ونزين مع بعض. التزيين ده براحتك خالص يعني. بنبتدي ناخد واحده ونحط المربى في النص، بس تحطي حبه بحيث تدوسي عليها تطلع المربى من بره، عشان تلزق فيها بقى الشوكولاته الفارماسيه او الجوز الهند زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني ادوس يطلع من بره، ما طلعش عادي، حطي انت حته كده من بره علشان يلزق عليها البسكوت، اللي قصدي الشوكولاته والجوز الهند. بس كده سهل وبسيط، وخلي اولادي يساعدوكي في التزيين، هيفرحوا ويتبسطوا، ويعني بطريقه سهله وبسيطه، وبكوبايتين دقيق ونص كوبايه سكر. بص عملنا كميه يعني جميله جدا، وحلو وطعمه لذيذ جدا، والاولاد بيحبوه طبعا عشان بيبقى فيه زي ما انتم شايفين الشوكولاته الوان، او مثلا عاملاه بالشوكولاته. سهل وبسيط وسريع. عملنا احلى بسكوت لانكشاير بمقادير بسيطه جدا. امشي معايا على الخطوات دي، هيطلع معاكي هش ولذيذ ومقرمش، وكمان بكوبايتين دقيق عملنا كميه حلوه، واحسن طبعا زي ما قلنا من المحلات، واوفر وانضف. احنا عارفين الاسعار السنه دي غاليه جدا، نعمل حاجه في البيت اوفر لنا وانضف، ونحس كده بفرحه الخبيز وفرحه رمضان وبفرحه العيد، والاولاد يتبسطوا كمان معانا. بصوا بوريكم شكلها عامل ازاي، جميل ومقرمش وهش ودايبه كمان دوب. بصي انا يا دوبك بس دوست عليها بس دايبه دوب. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لي لايك، وتسيبوا لي كومنت في التعليقات يشجعني انزل لكم فيديوهات تانية كتير، وتشتركوا في القناه وتتابعوني وتكبروا القناه. ولو محتاجين اي وصفه اكتبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هحاول انزلها لكم. شكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو. مع السلامه.